حاولنا نحسب تكلفة سلعة استهلاكية معينة، واكتشفنا إنها بتسحب أكتر من 160% من الدخل الشهري لأي شخص في يوم واحد بس. الأرقام دي مش هتبدو منطقية خالص. أيوة، صح جدا. الواحد ممكن يتخيل إننا بنتكلم عن استثمار طويل الأجل أو مقدم شقة مثلا أو حتى دفعة أولى في عربية، بس الحقيقة الصدمة إننا بنتكلم عن خروف العيد. إحنا قدام تقرير اقتصادي صادر في مايو 2026 بيعمل مقارنة مدهشة جدا ومفصلة بين أسعار أضاحي العيد في المغرب ودول الاتحاد الأوروبي. بالظبط. والأهم في التقرير ده إنه مش مجرد رصد جاف للأرقام أو إحصائيات بنقراها في نشرة أخبار وخلاص. أكيد. إحنا بنتكلم عن تحليل لظاهرة اقتصادية حقيقية، يعني أزمة خلقت حالة من الاحتقان والنقاش العام الواسع جدا. الارتفاع غير المسبوق في الأسعار خلق فجوة واضحة بين القدرة الشرائية وتكلفة الحفاظ على التقاليد. طيب خلينا نفكك الموضوع ده واحدة واحدة، لأننا هنبص على أرقام ممكن تكون صدمة شوية، بس الأهم من الصدمة هو إننا كواليس. ده حقيقي جدا. مهمتنا مش إننا نكتفي بترديد الأرقام ونقول إن الأسعار زادت. الهدف هو إننا نستخرج الزبدة ونفهم آليات السوق. ليه الأسعار بتوصل للمستويات الجنونية دي؟ وإيه الفرق الجوهري بين عشان السلعة دي ليها تأثير مختلف تماماً على حياة الناس هناك، وعشان نفهم حجم الأزمة بجد متاح للإنفاق. التقرير بيبدأ بدراسة مقارنة للقدرة الشرائية، وبياخدنا لحسبة اقتصادية بتوضح المشكلة من جذورها. لو بصينا على الحالة في المغرب، التحليل بيبني أرقامه على متوسط دخل الفئة بيوصل لحوالي 3000 درهم. 3000 درهم؟ أيوة، وفي المقابل بقى متوسط سعر الأضحية وصل ل 5000 درهم. يا نهار أبيض، 5000 درهم لسلعة واحدة والمواطن دخله 3000. المشكلة هنا مش بس في الرقم المطلق أو إن السلعة غالية، المشكلة في العبء الاقتصادي اللي الرقم ده بيمثله على ميزانية الأسرة. بعملية حسابية بسيطة جدا، التكلفة دي بتعادل 166.6% من الراتب الشهري. دي نسبة مرعبة الحقيقة. التقرير مش بيكتفي بعرض النسبة دي، لكن بيعمل نموذج محاكاة واقعي لأسرة بتحاول تدبر المبلغ ده من دخلها المحدود. النموذج ده بالذات بيوضح قد إيه الموضوع قاسي على أرض الواقع. منه الشهر ومصاريف مدارس كمان. بالظبط، وقرر يضغط مصاريفه لأقصى درجة عشان يوفر 1000 درهم كل شهر، وده طبعا افتراض شبه مستحيل عمليا في ظل غلاء المعيشة. بس لو افترضنا إنه قدر يعمل كده، الشخص ده محتاج 5 شهور كاملين. التحليل الاقتصادي بيسميه بوضوح الاستحالة الاقتصادية للادخار لدى الفئات الهشة. الفكرة إن علم الاقتصاد ما بيبصش للسلعة بمعزل عن الدخل المتاح. أكيد لازم تتربط بالمرتب. لما سلعة واحدة تستهلك أكتر من 100% من الدخل، ده معناه إن المستهلك بيدخل مباشرة في دائرة الاستدانة أو بيضطر يضحي بأساسيات تانية مهمة جدا عشان يواكب الضغط الاجتماعي ويشتري الأضحية. وده بياخدنا للمقارنة المعاكسة تماماً اللي التقرير بيطرحها عن دول الاتحاد الأوروبي. المقارنة دي بقى هي اللي بتخلي الواحد يقف ويطرح أسئلة كتير. يعني تخيل إنك بتدفع أكتر من مرتب شهر ونص كامل في مناسبة واحدة، ده زي ما تكون بتشتري عربية مستعملة براتبك كله. فعلاً تشبيه في محله جداً. في حين إن في دولة ثانية نفس الحدث بياخد يدوب 15% من مرتبهم. هنا بقى النقطة اللي بتخلي الموضوع مثير جدا للاهتمام. إزاي الفجوة دي حصلت؟ لو بصينا على الضفة التانية وتحديداً إسبانيا، هنلاقي إن الحد الأدنى للدخل هناك بيعادل. بالدخل في المغرب. أيوة، في حين إن سعر الأضحية هناك بيتراوح ما بين 1800 ل 2400 درهم. يعني إحنا بنتكلم في نسبة. ونفس النسب دي تقريباً بنلاقيها في دول أوروبية تانية زي إيطاليا وهولندا. العبء دايماً بيلف في فلك ل 12 ل 16%. الفارق هنا محوري جداً. فرق شاسع الحقيقة. في اقتصاد معين،
الحدث بياخد جزء بسيط جدا يمكن إدارته بسهولة من الدخل، وفي اقتصاد تاني بياخد 166%. الفجوة المرعبة دي بتأكد إن الموضوع مش مجرد تقلبات أسعار عادية في موسم معين، أمال إيه؟ دي أزمة هيكلية عميقة في بنية الاقتصاد. الحاد اللي ضربت المنطقة واللي طبيعي بتؤدي لنقص شديد في المراعي الطبيعية. بالظبط. المربي أو الفلاح اللي كان بيعتمد على الأرض والمطر عشان يأكل القطيع بتاعه لقى نفسه مضطر يصطدم بالعامل التاني وهو التضخم العالمي. أسعار المدخلات الفلاحية وتحديداً الحبوب والأعلاف المستوردة زادت بشكل كبير جداً في السنين الأخيرة بسبب أزمات سلاسل ما دي التضخم العالمي ده من اسمه بيضرب العالم كله، وأوروبا كمان متأثرة جدا بتغير المناخ، وشفنا موجات جفاف ضربت أنهار ومحاصيل هناك. كلام سليم جداً. إشمعنى التأثير في المغرب مضاعف بالشكل المبالغ فيه ده؟ لو كانت القصة كلها قصة جفاف وتضخم في أسعار العلف، كان المفروض السعر يضرب في السما في أوروبا كمان، وتبقى النسبة أعلى من 15% بكتير. أكيد في حلقة مفقودة جوه السوق المحلي نفسه بتخلي التأثير ده يتضاعف بشكل مرعب كده. معنى المسار الطبيعي والمثالي لأي سلعة زراعية أو حيوانية، المفروض إن المنتج بيطلع من المزرعة بيروح للمستهلك النهائي، أو بالكتير بيعدي على وسيط واحد اللي بيحكم أي تجارة عادلة إن الوسيط بيقدم خدمة حقيقية زي النقل، ما بيأثرش على السعر النهائي للسلعة بشكل جذري. لكن الواقع في المغرب مختلف تماماً. مختلف جدا. لو جينا بصينا على الواقع اللي التقرير بيرصده واللي بيعرف محليا بأزمة الشناءة أو الوسطاء، هنلاقي إن السلسلة دي معقدة وطويلة بشكل وبس. دي بتبدأ من المربي الصغير في القرية اللي ما عندوش وسيلة نقل، فبيبيع لجامع محلي. والجمع المحلي بياخد الخرفان ويبيعها لتاجر جهوي عطار، والسمسار بيبيع لبائع تجزئة بيبيع للمستهلك النهائي. بالظبط كده. التقرير بيوصف ده بمأسسة الطفيليات الاقتصادية في غياب المراقبة. كل محطة بتضيف هامش ربح بدون تقديم أي قيمة مضافة حقيقية للمنتج. يعني الموضوع أشبه بلعبة التليفون الخربان، بس بدل ما الكلمة هي اللي بتتغير، السعر هو اللي بيتضخم في كل ودن بيعدي عليها، وكل ده بيصب في النهاية على دماغ المستهلك. التشبيه ده ممتاز ودقيق جدا. السلسلة الطويلة دي عاملة زي بوابات تحصيل الرسوم على طريق السفر. كل وسيط بيقف ياخد هامش ربح لنفسه، والنتيجة إن السعر بيتضخم جدا من غير ما المنتج يتغير أو قيمته تزيد. يعني الخروف مش بيكبر ولا وزنه بيزيد ولا جودة اللحمة بتتحسن وهو بيتنقل بين التاجر والسمسار والبائع الموسمي، هو نفس الخروف. التكلفة المضافة عالية جدا. المربي الأصلي اللي سهر وتعب وصرف بياخد هامش ربح بسيط جدا، والمستهلك بيدفع أضعاف مضاعفة. والفرق ده كله بيتوزع على جيوب سلسلة الوسطاء اللي استغلوا طول السلسلة. مادام عرفنا إن سلاسل الإمداد الطويلة وغياب القيمة المضافة هم المشكلة الأساسية، خلينا نبص على أوروبا بتعمل إيه عشان تحافظ على استقرار الأسعار وتخليها مجرد 12% من الدخل. المذهل في النقطة دي هو التناقض التام في الإدارة. أوروبا بتعتمد على 3 ركائز أساسية عشان تتجنب الفوضى دي. الركيزة الأولى هي السياسة الفلاحية المشتركة أو الكاب. ودي بتشتغل إزاي؟ السياسة دي عبارة عن آلية تدخل مباشر وقوية. لما أسعار الأعلاف بتزيد عالمياً بسبب التضخم، الاتحاد الأوروبي مش بيسيب المزارع يواجه السوق لوحده، بيتم تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين والمربين. يعني الدعم بيروح للمنتج الحقيقي مش بيتساب لي تقلبات السوق؟ بالظبط. الدعم ده بيشتغل كمصدات صدمات، بيمتص الزيادة في تكلفة الإنتاج عشان المربي ما يخسرش،
وفي نفس الوقت الزيادة دي ما توصلش للمستهلك النهائي في صورة غلاء مبالغ فيه في السعر. دي استراتيجية ذكية جدا. نسميه اقتصاديات الحجم. خليلي أشرح النقطة دي بشكل عملي أكتر. اقتصاديات الحجم معناها إنك لما تنتج كمية كبيرة جدا من حاجة معينة، التكلفة بتاعت القطعة الواحدة بتقل. أيوة، المزرعة الكبيرة بتشتري العلف بكميات مهولة فبتاخد خصم كبير، وبتستخدم أنظمة ميكنة بتقلل واحدة. والركيزة التالتة أكيد ليها علاقة بسلاسل الإمداد اللي اتكلمنا عنها. صح جدا. الركيزة الثالثة هي استقرار سلاسل الإمداد في أوروبا. مفيش السلسلة الطويلة والمعقدة دي هناك. المسار منظم ومباشر وشفاف. المزرعة بتورد لمصلخ معتمد، والمصلخ بيورد لنقاط بيع محددة. مفيش مساحة لظهور وسط. وكبروا حجم الإنتاج عشان يقللوا التكلفة الكلية. منظومة متكاملة بتحمي نفسها. بالظبط كده. بس في عامل تاني مهم جدا التقرير ركز عليه، وهو طبيعة الشراء نفسها أو طبيعة الطلب. بيع نسميها صدمة طلب موسمي. ملايين الأغنام بتتباع في أيام معدودة قبل العيد. صدمة الطلب دي أشبه بإن كل سكان مدينة كبيرة يقرروا ينزلوا يشتروا نفس السلعة من نفس المكان في نفس اللحظة. الضغط المهول ده على الأسواق بيخلق حالة من الفوضى الكبيرة. والزعر الاستهلاكي بيخلي الأسعار تتغير كل ساعة حسب الزحمة والمساومة. الفوضى دي هي البيئة الخصبة للوسطاء والمضاربين عشان يتلعبوا بالأسعار. طب وفي أوروبا بيتعاملوا مع ده إزاي؟ في أوروبا الطلب ممتد ومقنن عبر طلبيات مسبقة ومصالح معتمدة. ده بيمنع أي تشوه في السعر تماماً. يعني مفيش فكرة السوق المفتوح العشوائي. العرض بيكون معروف ومحسوب بدقة، ومفيش مفاجآت في حجم الطلب. بالظبط. التنظيم ده بيلغي عنصر المفاجأة والمضاربة، وهنا التقرير لرفع الأسعار بالشكل ده. التقرير بيستنتج إن مفيش مؤامرة مركزية أو فاعل واحد بيتحكم في كل حاجة. الحقيقة هي تلاقي مصالح لفئات انتهازية زي المضاربين والوسطاء والمستوردين الكبار. الفئات دي بتلاقي في غياب الهيكلة القانونية للسوق فرصة ذهبية للاختناق السريع. بالظبط، على حساب القوة الشرائية للمواطن البسيط اللي مضطر يشتري. طب كل الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن العشوائية مش مجرد خلل، دي بيئة مثالية جدا ومفصلة على مقاس بعض الناس عشان تعمل ثروات، وبالتالي مصلحتهم إن الوضع يفضل معقد زي ما هو ما يتصلحش. ده الاستنتاج الأهم. طول ما السوق مش متنظم وفيه صدمة طلب وغياب للمراقبة، الفئات دي هتفضل تكسب أرباح خيالية. لو لخصنا كل اللي استعرضناه هنلاقي إن الأزمة مش بس أزمة أسعار، دي أزمة بنية اقتصادية. فجوة القدرة الشرائية بتخلي مواطن يدفع 166% من دخله، ومواطن تاني يدفع 15% بس. وتأثير الوسطاء أو الشناءة وغياب الهيكلة مقارنة بالتنظيم والدعم الأوروبي بيوضح الفجوة دي جت منين، وده بيطرح سؤال في غاية الأهمية. فعلا، بما إن غياب الهيكلة القانونية بيخلي أرباح الانتهازيين تزيد على حساب المواطن البسيط، هل لو استمر الوضع ده على المدى الطويل ممكن تتحول الشعائر الثقافية والدينية اللي المفروض إنها بتجمع الناس لرفاهية اقتصادية مقتصرة بس على فئات معينة قادرة تدفع ضريبة الوسطاء؟ سؤال صعب جدا، بس لازم نفكر فيه بجدية. التفكير في إجابة السؤال ده هيخلينا نشوف الأسواق وإدارتها بنظرة تانية خالص. شكراً لكل اللي رافقونا في رحلة الغوص العميق في المعلومات دي.